السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حاجة حلوة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا جدا جدا. بتمنى تعجبكم ان شاء الله. هنسمي بسم الله كده ونصلي على الرسول قبل ما نبدأ اي حاجة. معانا كده كوباية ونص من الدقيق، وتلات ارباع كوباية من دقيق السميد. بقدر اخليه كله دقيق ابيض، لكن السميد هيخلي فيه سنة كده من القرمشة الحلوة. حطيت كمان شوية من الملح ومعلقة من السكر، وهخلطهم كده مع بعض اهو. هحط كمان معلقتين كده من الزيت، واكون مجهزة معايا كوباية من المية الدافية. هحط منها شوية كده واعجن، وهشوف انا محتاجة ولا لا. الدقيق السميد يا جماعة بيدي قرمشة حلوة كده في الحلويات ديت. مش بتبقى معجنة شوية او حاجة من الدقيق العادي. فهو حلو قوي الدقيق السميد، لو حابين تجربوا كده هتبقى احسن. مش موجودة تتعمل حلويات برضو بالدقيق الأبيض العادي، وما فيهاش أي مشكلة، وهتبقى جميلة برضو إن شاء الله. كده بعجن بقى كده يا جماعة. أنا خدت حوالي تلات أرباع كوباية المية. هي كده خلاص، أنا مش محتاجة مية. أنا بس محتاجة أعجن فترة لحد لما الدقيق يمتص المية ديت والعجينة تلم كده معايا وتبقى حلوة. هي كده خلاص لمت، بس هي بتلزق شوية. هي محتاجة شوية من العجن. شايفين اهي لمت وبقت حلوة وجميلة. انا ما كنتش محتاجة دقيق ولا محتاجة مية كده، يعني كانت هي بس محتاجة ان هي تتعجن شوية اهو، ولا هتخمر ولا اي حاجة خالص. هنحطها كده جنبنا، وهنبدأ ناخد حتة حتة كده ونبرمها اهو بالشكل ده. تشكيلها برضو سهل جدا، ويعني بأقل إمكانيات وأقل حاجة موجودة عندك هتقدري تعملي حاجة حلوة. وعلى طول في 10 دقايق، في ربع ساعة على طول، يعني لا بتخمر ولا بتستريح ولا أي حاجة خالص. هسوي بس كده الأطراف، وهعمل بقية الكمية كلها بنفس الموضوع، نفس الشكل. هسوي برضو الطرف بتاعها اهو. هي سهلة جدا جدا يا جماعة، ان شاء الله تعجبكم. انا بس بتمنى منكم ان انتوا تتفاعلوا معايا شوية، المشاهدات عندي صعبة خالص، محتاجة منكم دعم. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تدعموني وتقفوا جنبي. خلصت كل الكمية بالشكل ده، وهبدأ بقى اني اقطع كده جنب بعض كده عشان اقطعهم كلهم نفس الحجم اهو زي ما انتوا شايفين. هلف بس كده القطعة اللي انا عملتها من الوسط علشان اعمل الحتة اللي هي بتبقى في الفيونكة دي في الوسط كده، وهدوس كده بالشوكة اعمل الشكل بتاعها ده. شايفين جميلة ازاي؟ نفس الحكاية هكررها في كل العجينة اللي معايا اهي. شايفين؟ اضغط بس كده من الوسط علشان ايه تبقى باينة الشكل بتاعها اهو بالشكل ده. اعمل كل الكمية وهرجع اوريها لكم. خلصتها كلها، بس انا هسوي كده الطرف. انا مش حابة ان هو يبقى كده، لو انتوا عايزينه كده عادي ما فيهاش اي يعني ما بس انا حبيت ان اسويهم كده بالشكل ده كله. وهكون حاطة بقى زيت كده على النار يسخن علشان هي بتتقلي في الزيت. خلصتهم كلهم اهو. الزيت بقى خلاص معايا سخن. بكون كمان مجهزة شربات، كوباية ونص من المية، قصدي كوباية ونص من السكر، عليه كوباية مية، عليه عصرة ليمونة، ولو حابين تحطوا فانيليا او مية وردة او اي حاجة بتحبوها. كده الزيت سخن، وحطيت شوية كده هعملهم اقليهم. انا اهم حاجة عندي بسخن بعدين هدي النار علشان الحلويات دي تستوي من جوه. بس كده الشربات يا جماعة بيكون بارد وهي سخنة، يعني تطلع من الزيت على الشربات على طول. اهم حاجة في التسوية ان احنا نهدي النار بعد ما الزيت يسخن، نهدي النار علشان اخدها يعني من جوه مستوية، مش معجنة او مش مستوية. بس كده.
شكل خلاص ابتدت ايه تتحمر معايا شوية. هي بتتعمل عادي جدا لان هي تخينة وما يعني مش يعني حلوة وهشة اهو. خلاص كده شايفين خدت لون ذهبي جميل قوي. هبدأ بقى اني من الزيت على الشربات على طول، شربات بارد وهي اهم حاجة ان هي يعني بتحتاج ان هي تقعد في الشربات برضو شوية، يعني تقعديها مثلا 3 4 دقايق 5 دقايق وتدوقي اذا كانت كده كويسة ولا محتاجة تقعد اكتر. دي اهم حاجة في الموضوع بعد التسوية. اطلع بقى كده من الشربات واسيبها كده تتصفى، لو حابين تتصفى في مصفى او في طبق عادي، وبعد كده نقدمها في اي طبق تاني. وهكمل كل الكمية بالطريقة ديت اهو. خلاص يعني ابتديت اني اخلص، قربت اخلص يعني، خلصتهم اهو. شايفين شكلهم يا جماعة حلو قوي واخدين لون ذهبي جميل. سقيتهم في الشربات وكمان جبت هنا الحروف بتاعتها كده وحطيت فيها جوز الهند وفي الوسط وحطيت فورماسيل. بتقدروا تزينوا بالشكل اللي انتوا عايزينه وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش تعملوا لي لايك واشتراك في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.